ما عادت سنارة هذا الصياد تأتي بغلة كما كانت. كاين نقص كثير في الاسماك خصوصا على الشاطئ ولا حتى في العمق، بواحد الشكل كثير وواحد التراجع كثير اللي ما عرفناش الاسباب ديالو لحد الان. عجلة الحياة تدور ولم يبقى الحال كما كان عليه. الصيف دابا كنا كنشدو 500 كيلو ديال الحوت 600، هذا الصيف اللي فايت ما كاين حتى 100 كيلو صحيحه، ولا قليل بزاف بالخصوص ديال الكسبه كاع ما كاين. فضول المعرفة دفعنا للغوص في حيثيات هذا الموضوع، ولبسط النقاش حيال الموضوع زرنا السيد ديدا بوغنطار المندوب الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري. التلوث اللي كيعرفوه يعني الشواطئ ساهم أيضا بشكل يعني كبير في تناقص هذه الكميات من الأسماك، خاصة يعني الاستعمال الكبير لمادة البلاستيك، رغم يعني الحملات وحملات التنظيف والحملات التوعية ما كانش يعني دو جدوى يعني، وخلى بعض الأسماك كيف اللي قلنا مثلا أبلاغ والأسماك اللي كتعيش يعني في الشواطئ خلاها يعني تتأثر بشكل كبير، خاصة مادة البلاستيك. هذه المادة اللي هي معروفة يعني عدوة البيئة بكل ما تحمل الكلمة معنى، مادة يعني اللي كتبقى يعني الفترة طويلة وكبيرة دون تحلل. أيضا ماشي غير المستعملين ولا المصطافين في الشواطئ وكذا، حتى يعني الصيادين اللي كيصيدوا بالصيد التقليدي ولا الصيد الساحلي هم أيضا يعني مخلفات يعني عملياتهم او يعني المسائل اللي كيستعملوها يعني في استهلاكهم اليومي وكذا كامل كتكون كيستعملوا فيها البلاستيك، وكيتم رمي هذوك القنينات والاكياس وكذا في البحر، وهذا كيأثر بشكل سلبي. كلام السيد بوغنطار يؤكد ما وجدناه بشاطئ بومرسال. هذا الشاطئ ورغم مجهودات الجهات المسؤولة إلا أنه يعاني من تدهور وتلوث بين الحين والآخر. المسألة هنا إذن تستوجب تضافر الجهود والحد من بعض التصرفات الغير معقلة لبعض الصيادين أثناء مزاولة عملهم لاكتساب وعي إيكولوجي يحمينا ويحمي حياة البحر. التنمية المستدامة من بين ما ترمي إليه الحفاظ على الموارد والثروات البحرية وصونها للأجيال اللاحقة. ارتأى فريق الروبورتاج أن يقوم بنشاط بيئي تحسيسي يبرز فيه خطورة التلوث وما له من آثار وخيمة على الحياة في البحر.